ساخنة من أرض الواقع. ما الذي يقوله هؤلاء الأطفال الذين لم يروا آباءهم طيلة حياتهم؟ ساحرة تمتهن القرآن، ومع هذا ولو شاء ربك ما فعلوا. يا الله يا الله، هل يعقل مثل هذا؟ صفحات مثيرة بطلها هذا الشاب الأعجوبة. ثم نتساءل: ما لهذه الدموع البريئة؟ مداهمات للأوكام نكشف من خلالها الكثير من الأسرار. الجانب المظلم حقائق للنفوس مثيرة، ورسائل للقلوب منيرة. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الجانب المظلم. عنوان هذه الحلقة شيطان دوت نت، حلقة مثيرة نقلب وإياكم فيها صفحات إلكترونية مظلمة. رابطنا في هذه الصفحات شاب اخترق قلبه وامتلأ بالفيروسات حتى أصبح مرتعا للأوبئة ووبالا على نفسه وأسرته وعلى الآخرين. سنحاول في هذه الحلقة أن نتجاوز الحجب ونتخطى الحظر وندخل إلى الممنوع في حياة هذا الشاب، لنكشف لكم كيف كانت حياته في الإنترنت، كيف دمر الإنترنت حياته وأسرته، كيف هدم أخلاقه ودينه. ونحاول أن نكشف لكم المشهد المؤثر عندما توفيت صاحبته على الإنترنت على مرأى من عينيه وعيني الشباب في الموقع. أحداث مثيرة نعيشها وإياكم في هذه الحلقة المثيرة جدا، فأهلا ومرحبا بكم. تجاوز للحجز ودخول إلى الممنوع في شيطان نت. جميع المحرمات كنا يعني نمارسها. هذا قالت لي حسبي الله ونعم الوكيل. قلت لها ليش؟ قالت أختي الآن ماتت. حاولت فيها لحد ما وقعنا في الزنا. حبيبة خالد توفت، انتقلت إلى رحمة الله. كان أمر عادي إنها ماتت بتيجي غيرها، وعندنا كثير يعني منها من البنات. شهدت العقود الأخيرة في عصرنا الحاضر ثورة مذهلة في تقنية الاتصالات، وكان من أواخر مظاهرها الإنترنت. تلقف العالم هذا الوافد الجديد، واستغل لصوص العقائد وقراصنة الأخلاق تقنية الشبكة وسهولة العرض عبر صفحاتها، فأنشأوا ملايين المواقع المشبوهة والإباحية التي تهدم العقائد والقيم وتنشر الرذيلة والفساد. حقائق ووقائع يكشفها لقاؤنا بهذا الشاب الذي أبحرت به سفينة الإنترنت بين أمواج الشهوات. أخاد، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. أمامنا وإياك في هذه الحلقة موضوع حساس وبالغ الخطورة في حياة الكثير من الشباب. دعنا نبدأ في بداية رحلتنا معك بالصفحة الأولى من حياتك، ولعل المشاهد الكريم يتعجب أن تكون أولى المعاناة في أولى سنة من سنوات عمرك. ما الذي حدث في تلك السنة؟ والله فقدان الوالد. توفى الوالد وأنا عمره 6 شهور. بعد 8 سنوات الوالدة تزوجت، فتغير يعني الحال، فانتقلنا إلى جدة. ولكن صرت يعني أحس يعني بفقدان الوالد. في المدرسة يعني ما الذي كان يمثل لك فقد الوالد؟ كانت يعني في بعض المعاناة، أوقات يعني أروح بدون فلوس، كان أوقات أمشي إلى المدرسة ما حد ينتظرني، ما حد يسأل عني. آخر السنة اللهم يسألوني ناجح أو راسب فقط. في المرحلة المتوسطة كان هناك بعض التطورات والتغيرات في سلوكك وعلاقتك بمن حولك. ما الذي حدث في تلك الفترة؟ والله في المتوسطة، أول ما دخلت المتوسطة حصلت أن المتوسطة يعني تنقسم إلى شلل وإلى أقسام كثيرة، فأنا انضميت إلى شلة وهم أكبر مني سنا. كنا نشرد من المدرسة، كنا نضحك على المدرس، الواجبات ما نحلها،
خروجنا من المدرسة بدون إذن من المدرسة أو بدون استئذان على الطلوع فوق الجدر، الهرم من الجدر، نروح على البحر، نرفع الصوت المسجل، نرقص على البحر. زوج أمك الذي هو الآن ولي أمرك، يعني ما الذي فعل تجاه هذه الأمور؟ كيف كان رد فعله؟ والله كان يعني يعاملني بقسوة. كل ما أقول يعني أعطيه تنبيه من المدرسة على إنه يجي المدرسة ويتابعني ويتابع المدرس المرشد الطلاب والمدير، قال لي أنا مالي صلاح فيك، أنا مدري، ضربني. فصارت المشكلة تطورت إن خرجت خارج البيت، عشت مع عزبة، مع شباب متوظفين أكبر مني، أنا كذا كان أصغر سنا. عندما طردك زوج أمك من المنزل، الوالدة حفظها الله يعني ما حاولت أنها تحتوي الموقف، تحاول أن تعالج القضية حتى ما تطرد عن البيت؟ والله وأنا طالع وهي كانت تحاول، وكانت يعني تكلمه، وكانت تسأل عني زملائي، ولكن ما كانت تعرف يعني وين مكاني. يعني أنا كنت بعيد عنهم شوي، ولكن كنت أزور الحي ولا أزور البيت، يعني أشوف إيش التطورات، هل أحد سأل عني، ولكن يعلمون يعني بعض الشباب إنه أمي تسأل عني، أخواني يسألوا عني. طيب أنت الآن طردت من المنزل وخرجت الآن شريدا في الخارج، ما الذي الآن تغير في حياتك، سلوكك؟ والله زي أي أحد يعني مثلا يفقد ولي الأمر أو متابعة، كنت يعني عايش أكثرها زيارات في العزب، عايش في التمشيات في الشوارع، سهرات في الشوارع، والأذية الناس. بدأت يعني يمارسوا أمامي يعني أشياء يعني أول مرة أشوفها، مثلا كسرقات، طراب. حاولت أني أطلع من عندهم، ولكن هدوني، قالوا هذا الأمر عادي وهذا. ولكن بعد فترة طلعت من عندهم من العزبة بعد 6 شهور، ولكن هي 6 شهور كانت بدأت يعني الضياع، وتعود إني أسكن يعني بعيد عن أهلي. أشهر من التشرد والضياع قضيتها في جدة، الآن بعد هذه الأشهر أين استقر بك المقام؟ والله بعد ال6 أشهر سافرت إلى الديرة، فسكنت مع أم الوالد، فكانت تسكن لوحدها في البيت، بيت كبير، ولكن لي قسم خاص فيني وهذا. فكانوا يجون يعني بعض الشباب المنحرف، كانوا يقولوا يعني نبغى نجلس عندك جلسة طاب، نبغى نضحك، نبغى نتفرج مثلا مسلسل أو هذا. تطور الوضع أنهم صاروا يجيبوا عندي أفلام خليعة، نتفرج الأفلام الخليعة. بعد كذا جاب أحد الزملاء جاب شيشة، فكانت جدتي لما تدخل لنفس الغرفة تشم ريحة شيشة، وكنت أقول لها لا ما هي ريحة شيشة، كنت أكذبها. ولكن بدل الشباب يتوافدون على نفس البيت، فكانوا بيطلبوا مني انه كل واحد بيجيب خويته تسهر معانا. فكنت اقول طيب جدتي هذا، قالوا لا عادي، جدتك ما راح تشوف، جدتك في قسم وحنا في قسم هذا، احنا نحاول على انها تيجي تبغى تزور جدتك وتخش عندنا بالله ونسهر، وبعدين ربي يحلها. اليوم نحن نتحدث عن طريق من طرق الشهوات المحرمة، يعني دعنا نمسك الخيط من أوله الآن. بدايات دخولك في هذا الطريق، طريق الشهوات المحرمة، كيف كانت في علاقاتك المحرمة مع النساء والأجنبيات؟ والله يعني بداية هو الزملاء الأصدقاء السوء هم الذين اللي خلونا نتجه إلى هذا الاتجاه. طيب امتدت الآن بك الخطوات الشيطانية لتتجاوز الحدود، ووقعت في السفر إلى الخارج. كيف وقعت في السفر للخارج؟ والله في السفر كلموني زملائي، قالوا احنا عندنا رحلة الآن نبغى نسافر إلى خارج المملكة، ولكن لازم تحضر لنا مبلغ من المال حتى أن نستعد للسفر. فكلمتهم قلت لهم كيف السفر؟ قالوا هناك سهر، نسهر زي ناخذ راحتنا بدون رقابة، بدون أي شيء ممنوع، سكر، بنات، كلها عادي.
قلت لهم الأمر صعب هذا. فكلمت، كنت أسرق من جدتي يعني بعض الفلوس، كانت تخبي الفلوس في شنطتها، فكنت أسرق منها الفلوس، فسافرت معاهم. كم كان عمرك في ذلك الوقت؟ تقريبا عمري 16 سنة. يعني حقيقة لا شك أن السفر للخارج للحرام مخاطر كبيرة جدا جدا، على رأس هذه المخاطر الإصابة بمرض الإيدز وغيره من الأمراض. ما كنت تخاف أنك تصاب بهذا المرض؟ والله ما كنا نفكر، يعني ما كان تفكيرنا في الإيدز، ولا كان الشيطان ما غير يعني راكب رؤوسنا، وما غير بس يعني في المحرمات، مستمرين في المحرمات. ولكن يوم رجعنا هنا إلى السعودية، طالعت اللي في رجل اليمين والله حبوب، طالعت في رجل اليسار والله حبوب. وبعد أسبوع جت النتيجة، دق علي المستوصف، قال لي تعال النتيجة الآن ظهرت، الآن شفت النتيجة، الآن الحمد لله الأمر ما فيك أي شيء، ولكن هذا نوع من الحساسية، ظاهر أنك كنت يعني في مكان وسخ. الآن نجاك الله سبحانه وتعالى من هذا المرض الخبيث بعد خوف شديد منك وقلق. الآن يعني ما أثر فيك هذا الموقف أنك تتوب وتصلح من نفسك؟ سبحان الله، فامتنعت عن الشلات الفاسدة الفترة هذه. لا شك أن يعني الزواج أثر كبير في حياة الشاب، وهو عصمة فعلا. هل يعني تحققت لك هذه العصمة؟ هل عصمك الزواج عن الأمور المحرمة؟ والله في البداية الحمد لله، يعني كنت أجلس مع زوجتي، يعني أكثر الأوقات أجلس مع زوجتي، ولكن بدوا يجوني بعض الشباب الصايع ويحاولوا أنهم يعيدوني إلى الحالة الأسوأ. طبعا أنا أعرف أن لك مشوار طويل في هذا الطريق، طريق العلاقات المحرمة مع النساء والالتقاء بهن. يعني ليس هذا موضوعنا، لكن بودي أن نذكر سريعا بعض المواقف المؤثرة التي وقعت لك من خلال طريق العلاقات المحرمة. والله نذكر على عجالة. مرة كلمني زميلي قال لي بدل ما نروح نتعب في الأسواق وهذا، نروح بيوت الدعارة، مخصصة لبيوت الدعارة، نروح إلى البيوت الدعارة ونمارس الأشياء هذه. قلت خلاص مو مشكلة. زوجتك في البيت ما لاحظت عليك شيء من التصرفات الغريبة أو الأمور المريبة خلال يعني إقامتك العلاقات المحرمة؟ والله هي لاحظت خروجي من البيت بكثرة، اتصالاتي، إذا أحد اتصل علي جوال أطلع خارج البيت أو أكلمه، يعني أرد عليه وأنا خايف. فكانت تلاحظ أن هذا الآن اللي معي بنت، وهذا كانت تقول لي جيب التليفون. يعني لقاءاتك بالنساء، اللقاءات المحرمة، كانت خارج البيت أم أنها يعني تعدت لتصل إلى داخل بيتك؟ والله كان أكثر الأوقات كان في شقة والاستراحات، ولكن أوقات لما أكون يعني ما عندي فلوس أو مبلغ مستحضر، فكنت أقنع نفس البنت أنها تيجي عند أنها تيجي عند البيت كأنها رجل عادي. وإذا زوجتي كلمتني أقول لها هذا رجال، جهزي لي الشاي والقهوة. لكن شمت ريحة حست بريحة العطر إنها نسائية، فاضطرت إنها تطالع من تحت الباب. كان تحت الباب المقلط مباشر، قدرت إنها تطل علينا من نفس المجلس. فكانت تشوف، شافت حدا أكرمكم الله البنت، وشافت حنا جالسين، بس ما غير شافت أرجلنا وحنا جالسين وحنا على الفطور. فدقت علي بكل سخرية تعال أبغاك، وكانت تبغى تكسر الباب. فكيتها قلت لها ايش بك؟ هذا قالت كيف تخونني هذه بنت؟ قلت لها ما هي بنت ولا شيء. قالت شوف حديانة تعال طيب دخلني. قلت لها ما أنا مدخلك عليها. الآن هذه المشكلة التي وقعت بسبب هذه الحادثة، أو أقول والله الخيانة التي وقعت منك في البيت، ما الذي حدث بعد ذلك؟ هل وقع الخلاف واستمر، أو انتهت الأمور بالصلح أو غير ذلك؟ حصل انه جاء ابوها، اتصل علي ابوه قال لي الان تحضر للبنت وحنا بنحاول نتصرف. هذا قلت له خلاص. فحجزت لها بدون ما اذهب معاها الى والله جلست فتره عند اهلها، فجونا اهل الخير فكلموني قالوا الان تراجع زوجتك تراضيها وحنا بنصلح بينكم. قلت خلاص ما في اي اشكال. فذهبت معاهم، فسمعت شروط ابوها، فقلت له خلاص ما هو مشكلة،
أوعدكم إن الحال يتغير. الآن بعد رجوع الزوجة إلى البيت، يعني هل عادت الأمور كما يقال إلى مجاريها، صفت النفوس وزالت الشكوك، أما أن أثار القضية البشعة يعني لا زالت باقية في البيت؟ والله في يعني آثار في النفوس، شيء من في النفوس، ولم تنسى يعني زوجتي، يعني بل تتذكر يعني عند كل مشكلة تذكرني بالمشكلة هذه، لأنه برضه يوم جبتها برضه نفس الحكاية يعني خرجاتي وهذا، ولكن كنت حذر إني أجيب أي بنت داخل البيت أو إن أحد يتصل علي. كان عندي رقمين، رقم خليه في السيارة للبنات ورقم يكون معي. بعد سنوات من الانحراف الأخلاقي الآن الوضع أصبح مهيئا لدخولك إلى فساد كبير للأسف الشديد في عالم النت. بدايات دخولك في النت كيف كان؟ جاني شخص زميلي في العمل، قال لي الآن أنت الآن انتقلت إلى هذه المدينة، ما تقدر تطلع، ما تعرف أحد، ما تعرف هذا، لكن إيش رأيك لو تجيب لك جهاز؟ قلت له جهاز كمبيوتر أنا ما أعرف له ولا قد شفته إلا نادرا في مكاتب الخطوط. فقال لي لا ما عليك، الأمر عندي، أنا راح أعلمك بالكمبيوتر كيف طريقته كيف تدخل. والله ما كانت الفكرة يعني في راسي إني أجيب كمبيوتر وأجلس هذا، لأني ما حالتي يعني ما تعودت أن أجلس على الكمبيوتر، أحس إنه يعني في نوع من الملل. فعلا اشتريت الجهاز، جلسنا فترة زي كذا، قال لي ايش رايك فيه قسم اسمه شاتنج، محادثات، تحادث خارج العالم، تكون صداقة. قلت له والله ما أعرف. قال لي أنا أعلمك، الأمر بس سهل، كل ما أقدر بس تحط اسمك وانتر وتخش معاهم وخلاص تكتب كتابة عادية. وفعلا والله بديت أكتب معاهم، بديت أعرف كيف أكلمهم على الخاص في الشاتنج. يعني هذا كان أول دخول لك في النت بعد يعني دخولك في عالم الحاسب؟ أيوة، هذا أول كان دخولي في النت، لأنه أول ما اشتريت جهاز بس ما غير كان مبدئيا كنت أتعلم على البرامج كيف أسكر كيف أشغل، وأكثر الأوقات كان يخرب عليه الجهاز وكنت كل شوية أسوي له فورمات، وكان أوقات في الأسبوع مرتين يعني أسوي له فورمات. الآن الشاتنج الكتابي ما الذي يقع في يعني هذه الحوارات الكتابية بين الشباب والفتيات؟ ما الذي يحصل؟ والله كلها عن الحب وعن الصداقات وعن التعارف وعن الأشياء يعني مسيئة جدا. في نفس الوقت اللي هذا الشاتنج طرح علي شخص قال لي اعطيني ايميل. قلت له والله انا ما اعرف ايش الايميل. قال لي عجيب يعني ما تعرف الايميل، هذا شيء غريب. قال خلاص الان اعطيك برنامج روح نزله في المحل. فعلا اعطاني البرنامج ونزلته في المحل، سوى لي نيكنيم في الماسنجر في الايميل في الهوتميل، وبديت استضيف الناس عندي في الماسنجر. يعني الآن الماسنجر يبدو أنه فتح لك بابا جديدا وهو قضية التحدث الصوتي مع الآخرين. يكون برضو أيضا بالصوتي، ويكون برضو خاص في نفس الوقت. بعد في نفس الشاتنج هذا تعرفت على شخص من الخليج، وكنا نتواعد يعني أوقات عشان نتقابل في الشاتنج وأن نتساعد في البنات، وعلى أنه ما حد ياخذ صديقة فلان، وعلى كل واحد شخص يمدح الشخص الآخر إنه هذا والله رجل أعمال بالكذب كلها، وهذا موظف رتبته كذا كذا، هذا مسؤول. أو سبحان الله كنا نضحك على البنات يعني، والبنات يعني تغريهم الأشياء هذه. التعرف بهذا الشاب الخليجي ما الذي أضاف لك في حياتك وتعاملك مع الإنترنت؟ والله أضاف لي المنتديات، فقال لي منتديات بإمكانك تحط مثلا قصص وتراسل الأعضاء والمشرفين والمشرفات، وبإمكان يعني كثير يعني من الناس، وأنا بحاول أن أتسطل في نفس الإدارة المنتدى أن يخلوك مشرف، حتى أنه أكثر البنات يعني يكون احتكاكا فيك يعني. عفوا، أنت الآن تتحدث عن المنتديات، ولكل إنسان هدفه في الإبحار في الإنترنت ودخول المنتديات والمشاركة فيها. أنت الآن في تلك يعني الفترة ما الهدف الذي كنت تريد أن يتحقق لك من خلال الدخول في هذه المنتديات؟
والله هدفي هي إقامة وعلاقة مع البنات لا غير. بعض المنتديات يعني تنشر الفساد، رسائل حب، رسائل خاصة. عالم الإنترنت يغص الآن بالمواقع والروابط والمواد الإباحية، وللأسف الشديد كل يوم مئات الآلاف من المواقع والصفحات الجديدة المستحدثة. هذا العالم كم كان نصيبك منه؟ كيف دخلت إلى هذا العالم؟ كان هو نفس زميلي، كان يعطيني مواقع وصور إباحية، فكنت أقول له يعني كيف تأخذ هذه الصور، كيف تجيب الصور هذه والأفلام؟ قال لي من المواقع. قلت له كيف؟ قال لي خذ هذا الموقع. أخذت منه الموقع، ما هو راضي يفك معي، الموقع محجوب. فكلمت قلت له الموقع محجوب. قال لي لحظة انتظر، أعطيك برنامج يفتح المواقع المحجوبة. الزوجة الآن في البيت يعني ما لاحظت شيء عليك؟ ما كانت ترى شيئا في الشاشة؟ قد يعني تلاحظ شيء من المشاهد تكون حولك مثلا في دخولك الإنترنت؟ والله كانت تجلس عندي وكانت تشك فيه، يعني أوقات تجيني فجأة، تدخل علي فجأة، ولكن طوالي أغير الصفحة من صفحة سيئة إلى صفحة عادية، أو مثلا محادثة معي شخص أو بنت مثلا عبر الماسنجر أو عبر المنتدى، وفيه مثلا موضوع سيء أو مثلا تعارف أو من هذا الباب. ولكن مرة من المرات تفاجأت إن أنا كنت في العمل، فكت الجهاز الكمبيوتر، تبغى تستطلع تشوف إيش اللي فيه وإيش اللي ما فيه. فجأة كنت مخزن كلمة السر في المنتدى، إلا وهي جت رسالة خاصة. فتحت الرسالة الخاصة هذه، إلا كانت لنا زميلة في نفس المنتدى، وتبغى أسلوبي، تبغى تتعرف علي إذا ما كان عندي مانع وإذا كان عندي الأشياء. جت سألتني بعد ما جيت من العمل، قالت لي تعال شوف الرسالة هذه. استغربت كيف فكت الكمبيوتر، كيف هذا. قالت لا تسألني عن هذا الشيء، اسألني عن الرسالة هذه. أنا حصلت الرسالة هذه، وبنت من بنت، وهي معاكم في المنتدى وتحبك وتحب أسلوبك في المنتدى. المهم قمنا نتخاصم، منها قامت شقت السلك هذا، قالت هذا هو اللي يوصل من الكهرباء للجهاز، أنا الآن أشقه. رحت اشتريت سلك ثاني كهرباء، حق كهرباء، ووصلته من جديد. اجيت خلعته، قالت يا أنا الجهاز. قلت لها والله الإنترنت أنا ما أقدر أستغنى عن الإنترنت. قالت يلا ودينا عند أهلي. قلت لها خلاص. وحنا في الطريق راجعت نفسها، لأن أعرف إن إذا راحت، لأن إنسان غير مبالي، إني بنساها. ورجعت نفسها وقالت خلاص يلا نرجع البيت. قلت لها مقتنعة نرجع البيت؟ قالت خلاص مقتنعة. والله قلت لها بشرط إنك تبعد عني عن الكمبيوتر. قالت خلاص. ففعلا نقلت جهازي إلى غرفة خاصة فيني، وصرت أدخل وأقفل علي الباب. سبحان الله. يعني أنا أستوقفك قليلا، يعني أنا سأقف في هذه المحطة مع هذه الزوجة المسكينة التي يعني ظلمتها أنت وتعديت عليها، مع أنك أنت الآن صاحب التصرف السيء. يعني أين قلبك؟ يعني كيف تتعامل مع الزوجة بهذه الطريقة وأنت الآن أنت الذي تمارس السلوك المحرم؟ والله في الحقيقة من يسلك الطريق هذا الخاطئ لا يفكر لا في زوجة ولا في أهل ولا في أبناء. يعني أولادي كان يسخنوا ويتعبوا، ما كنت أبالي، كنت أقول لهم بعدين، ولا أحد يشغلني، ما غير بس مقفل على نفسي الغرفة هذه، وما غير جالس أحادث الناس، ولا أبالي. سلوكياتي برضو في العمل سيئة، تأخرات، سهر، أنام في العمل، أنام في السيارة، ما حد يرضاه أنه ينام في العمل. طيب الآن وأنت تتذكر تلك المواقف التي أسأت فيها إلى زوجتك، يعني ما الذي تشعر فيه؟ والله بصراحة شعور يعني ما يوصف، يعني ويا ليت يعني تمحي هذه الأشياء يعني من في بالي، ونرجع يعني حياتنا يعني إلى الأفضل، ويا ليت أنها ما صارت الأشياء هذه، ولكن أشعر يعني بالندم. أنا أريد الآن أن أنتقل إلى مرحلة خطيرة جدا جدا، وهي دخولك إلى عالم الغرف الإباحية التي تتوفر فيها خدمة التخاطب الصوتي والمرئي إضافة للكتابي. كيف دخلت هذا العالم؟ كلمني هذا زميلي، قال لي شوف الآن نزل برنامج جديد، هو محادثة صوتية وكتابية وبرضه بالكاميرا. قلت له كيف؟ قال لي ما عليك إلا تروح تشتري كاميرا، وأنا بعلمك الإعدادات، تنزل زي برنامج. سبق قد علمني كيف أنزل البرامج
فنزلت البرنامج، فرحت اشتريت الكاميرا. قال لي خلاص لازم هذا البرنامج يحتاج يتطلب انه بدون ما يكون عندك اي شخص، يعني لانه الغرف هذه سيئة للدرجة هذا، فابعد عن اهلك، لانه كان يعرف اني انا متزوج. فقال لي ابعد عن زوجتي. قلت له انا اساسا من زمان بعيد عن زوجتي في هذا، وزوجتي ما تدخل علي في الغرفة اللي فيها النت. طبعا هذه الغرف يعني كثيرة جدا، ولا أريد حقيقة ذكر أسمائها أو مواقعها، وهي أحقر من أن نذكرها في هذا المقام. لكن عندما بدأت تدخل إلى هذه الغرف، هل كانت الغرف عربية وأجنبية؟ وما هذا البرنامج الذي يعني يدخلك إلى هذه الغرف؟ ما طبيعته؟ والله هو البرنامج أساسا هو برنامج يهودي أجنبي. وبدأ يعني يتطور هذا البرنامج، يتعدد إلى أقسام وإلى لغات مختلفة. دعني هنا أسألك سؤالا مهما. النساء اليهوديات أو الأوروبيات اللواتي هن يقمن على الآن الغرف هذه ويحرصون على انتشارها بينكم، بل يسألونكم كما حدثني أنت، يسألونكم هل في بنات عربيات، هل يريدون الفساد لبنات المسلمين؟ هؤلاء النساء كيف كنتم أنتم تتعاملون معهم ويعني تتواصلون معهم خلال يعني عملكم؟ جلسنا عدة يعني فترة يعني طويلة معاهم، ولكن ما كنت أعرف إيش يكتب يعني، لأنهم لا يجيد اللغة الإنجليزية. قال لي طيب إيش رأيك الآن؟ أنا كلمت أحد هذه الغرف إنه علينا ننشأ غرفة ونبغى مساعدتهم، وفكروا رحبوا بالفكرة وقالوا شيء جميل إنها تكون غرفة إباحية عربية. فبدأنا ننشأ الغرفة، بدأ يعلمني كيف أكون آدمن، كيف عملية الطرد، كيف البنص، كيف الريدوت، كيف أدخل على الغرفة، كيف أخذ المايك، كيف أشغل الكاميرا، يعني بأساليب كثيرة بالصوت والصورة. كانوا هم يعطونا يساعدون الأجنبيات هذولا بالصوت والصورة. ففعلا فامتد هذا الوضع على أنهم يجوا، اتفقنا معهم على أنهم يجوا يعرضوا في الغرفة هذه الأجنبية عشان جميع المسلمين يعتقدوا أن هذه عربية اللي تعرض جسمها. وهذا جلسنا فترة طويلة، بدت من الدول العربية بنات يزورونا، فقمنا نطلع عليهم على أنهم يعرضوا ونجيب الشباب على أنه ولهم مكافأة مالية. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. حقيقة أنا يحزنني جدا ويؤسفني أن يكون الشاب الذي أمامي كان له السبق السيء في إنشاء الغرف الإباحية العربية، وللأسف الشديد. ونسأل الله أن يغفر ذنبك وأن يجعل في رسالة تقدمها معي الآن كفارة لما مضى منك. لكن دعنا نتحدث عن هذه الغرف ما دمنا الآن دخلنا في عالم الغرف الإباحية. البنات الذين يعرضون عندكم هل كانوا من العرب أو غير العرب؟ كيف تطورت الأمور في من يدخلون إلى هذه الغرف من الشباب؟ والله كانوا يشاركون الأجنبيات، في البداية كانوا الأجنبيات، وكان احنا نحط جوائز ونسوي مسابقات، وحتى ان الشباب يتوافد علينا على حسب، لانهم طلبوا الان الاجنبيات منا على انه الغرفه يعني فيها عدد قليل، يعني ما هم كثيرين، ولازم هناك يعني تكون في عروض وتكون في جوائز وتكون نوع ما. اللي يجي ويستمر معنا في الغرفة ينصبغ نكنيم حقه من أسود إلى أزرق، وبعد كذا إذا شفنا مثلا متطور معنا في نفس الغرفة ويحب أن الغرفة تتطور ويشارك معنا بيكون من الآدمينية. وفعلا فيه كان شباب يعني، ولكن تفاجأنا أنه من الأخوات العربيات أنهم دخلوا علينا، وكانت هذه يعني مفاجأة كبيرة لنا أنه تكون بنت عربية تيجي عندنا، وطلبنا منها أنها تستعرض ولها مبلغ مالي مكافأة مالية، والمكافآت المالية كانت تيجي من مصدر اليهوديات هذولا، لأنه هم أساسا داعيات يهوديات ينشروا الفساد
حتى أنهم يخربوا عقائد المسلمين. هذه الاشتراكات التي تتم بمبالغ مادية من أين تحصلون عليها؟ كيف تروجونها بين الشباب الذين يريدون الاشتراك في هذه الغرف؟ كنا نعلمه، يقول له ما قدر يتحول علينا فلوس على كنا كل شخص عنده عدة بنوك يتولاها ويحولها. إذا عرفنا عن طريق الحساب أنه وصل الحساب نصير نعطي هذا الخليجي على أنه الشخص هذا دفع فلوس والآن يوصل، فيقول خلاص انتظروني دقائق وأنا أسبق الآن. فإحنا نشتري الصبغات هذه. أول كانت في البداية كانت مجانية من اليهوديات، إلى أن طورت الغرفة وصارت دعم الغرفة طيب، فصرنا احنا نتحكم بالصبغ بإدارة الصبغ، ولكن عن طريق هذا. وإذا صعب علينا شيء عن طريق اليهوديات اللي يمولوا الغرفة أو يدعموهم، يزورونا بعد فترة وفترة بعد ما شافوا اطمئنوا أنه عرب ومسلمات ومسلمين في هذه الغرفة، خلاص ما عاد يحتاج لهم وجود. فصار بدأت الغرف هذه الإباحية يعني تتوسع، يعني بدأت غرفة غرفتين ثلاث. من أسوأ وأبشع ما في هذه الغرف للأسف الشديد أنها تغري وتشجع الفتاة على الفساد والتعري. ما الأساليب التي كنتم يعني تمارسونها لإغراء الفتاة وتشجيعها على هذه الأعمال المشينة؟ والله عشان نغريها يعني نعطيها بطاقة سواء بين فترة وفترة، يعني بشحن بطاقة اتصال. شحن بطاقة اتصال، نرسل لها على البرايفت، نخليها أدمنية تتحكم في الأعضاء، العضو اللي تبغاه تخليه والعضو اللي ما تبغاه تطرده. لما شفنا يعني الحال يتطور ماديا، خلينا بعض الفتيات اللي يعني يسهر يعني ويكون عندهم مجهود في نفس الغرفة يكون لهم مكافأة رمزية من نفس إدارة الغرفة، كنا نعطيهم حتى يتطور الحال إلى أكثر، وكل واحدة تعلم زميلتها والحال يتوسع والعياذ بالله.